السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من مامي كرافتس. فيديو النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض تلبيسة للبرطمان. شكلها جميل جدا وسهلة خالص، مش بتاخد وقت خالص، وحلوة جدا لو استخدمناها كمان كديكور رمضاني، لو حطينا جواها مثلا شمعة أو أي حاجة تدينا مصدر للضوء. بتدي شكل حلو جدا، مش مكلفة خالص. هو بس أي برطمان عندنا بدل ما نرميه يعني هنعيد استخدامه في حاجة تدي شكل حلو في البيت ان شاء الله. انا استخدمت البرطمان اللي هو ده كده، اللي هو البرطمان النص كيلو، اللي هو بيبقى قصير وواسع شوية كده. طبعا اي خيوط متاحة عندنا، مش هنحتاج غير الابرة والخيط وشريط ستان عشان نعمل بيه الربطة اللي فوق دي في الاخر. بواقي خيوط اكليريك عادي موجودة عندي، فيلا بينا نشوف هنشتغل ازاي. هنبدأ اول حاجة بالجزء اللي تحت. اول حاجة عقدة البداية، وهنشتغل 4 سلسلة، 1 2 3 4. هدخل في اول سلسلة واشتغل منزلقة عشان اكون عملت حلقة اللي هي بديل الدايرة السحرية. كده هبتدي ارتفع 2 سلسلة وهشتغل جوه الحلقة 12 عمود بلفة. 1 2 اشتغلت 12 عمود بلفة جوه الحلقة بتاعتي. هشد خيط البداية عشان اقفل الدايرة بتاعتي كويس بالشكل ده، وهدخل في اول عمود بلفة اشتغلته واشتغل منزلقة عشان اقفل السطر بتاعي بالشكل ده. بعد كده هبتدي اطلع للسطر التاني، اشتغل 2 سلسلة وهبتدي اشتغل في نفس اول عمود اللي انا ارتفعت منه، اشتغل فيه 2 عمود بلفة، 1 2، وهشتغل كمان في كل عمود بلفة 2 عمود بلفة. يعني هشتغل حسب قاعدة التزايد في الدايرة. السطر التاني بيكون كله تزايد، يعني فوق كل عمود بلفة 2 عمود بلفة. السطر التاني هيقفل معايا على 24 عمود بلفة. وطبعا زي ما احنا عارفين ان الغرزة الاخيرة دي مش عمود، دي المنزلقة بتاعة السطر اللي قبله، مش بشتغل فيها يعني بعد، وساعة ما اوصل ان هم 24 يبقى خلاص بوقف وبقفل السطر بتاعي. وكده بيكون شكل الدايرة بعد السطر التاني. هبتدي ارتفع للسطر التالت، هشتغل 2 سلسلة في نفس العمود اللي ارتفعت منه، هشتغل فيها عمود بلفة 1، والعمود اللي بعده هشتغل فيه 2 عمود بلفة في نفس العمود، وهكرر باقي السطر عمود فوق عمود، والعمود اللي بعده فوقه 2 عمود. وده طبعا حسب قاعدة التزايد في الدايرة، ان السطر التالت بيكون غرزة فردي وغرزة تزايد. وصلنا لنهاية السطر التالت. السطر التالت قفل معانا على 36 غرزة. هندخل في اول غرزة ونشتغل منزلقة، وده شكل الدايرة. هنبتدي نرتفع للسطر الرابع، نرتفع 2 سلسلة وهندخل في نفس العمود ونشتغل عمود بلفة 1. العمود بلفة اللي بعده هنشتغل فوقه عمود بلفة 1، والتالت العمود التالت هنشتغل فوقه 2 عمود بلفة، وهكذا لحد اخر السطر 1 1 2 او فردي فردي تزايد. طبعا احنا بنفضل نعمل تزايد في الدايرة لحد ما اوصل مقاس البرطمان اللي عندي. يعني انا لو البرطمان بتاعي اصغر من كده فطبيعي هكون وصلت مثلا من تاني سطر او من تالت سطر. انا فاضل لي سطر كمان علشان اوصل للمقاس بتاعي. فطبعا الدايرة دي احنا بنفضل نتزايد فيها لحد ما اوصل لمقاس البرطمان اللي عندي او العلبة اللي انا بعمل لها التلبيس. وصلنا لنهاية السطر الرابع وخلص معانا على 48 غرزة.
هنقفل في اول عمود بلفة بمنزلقة. انا كده وصلت لمقاس القاعدة بتاع البرطمان بتاعي، خلاص مش هزود عن كده. هبدأ بقى اشتغل من غير تزايد علشان الشغل يلم معايا. السطر اللي احنا هنشتغله ده هيكون ثبات بدون اي تزايدات. هرتفع 2 سلسلة، هشتغل فوق كل عمود عمود بلفة عادي، بس في الحلقة الخلفية يعني هبتدي ادخل في اول عمود كده، هدخل بس في الحلقة الخلفية، مش هدخل تحت حرف الفي كله زي ما احنا شايفين كده. ده حرف الفي اللي هي الغرزة، هدخل بس في الحلقة الخلفية، هاخد لفة خيط على الابرة وادخل في الحلقة الخلفية اللي هي الباك لوب او الحلقة اللي بتبقى اللي ورا. مش هسيب اللي قدام دي، مش هشتغل فيها، على اساس تبقى مدياني قاعدة كده للشغل لما احطها على البرطمان. تمام، هبدأ اشتغل سطر ثبات عمود بلفة فوق كل عمود بلفة، لكن في الحلقة الخلفية. وصلت كده لنهاية السطر، هبتدي ادخل في اول عمود بلفة واشتغل منزلقة عشان اقفل السطر بتاعي. زي ما احنا شايفين بدأت تلم وتاخد معانا ارتفاع كده. هنبتدي نشتغل كمان سطر ثبات، نرتفع 2 سلسلة وندخل تحت حرف الفي عادي بقى، مش في الحلقة الخلفية ولا حاجة، ندخل تحت حرف الفي كله ونشتغل سطر ثبات، يعني فوق كل عمود بلفة عمود بلفة واحد بدون اي تزايد. وصلنا لنهاية السطر، هنشتغل برضو منزلقة في اول عمود بلفة عشان نقفل السطر، وبكده نكون عملنا القاعدة اللي هي هتبقى قاعدة البرطمان من تحت. الفكرة بتاعت الديزاين اني بشتغل الجزء اللي تحت ده، وبعد كده ببدأ اعمل الجزء المفرغ ده، وبرجع اشتغل جزء تاني شبه اللي تحت، وبعد كده بختم بقى بالجزء اللي فوق ده. فانا اي برطمان عندي برضو هعمل نفس الحكاية، هشتغل كام سطر كده في الاول حسب مقاس البرطمان بتاعي، وبعد كده هبتدي اعمل الجزء المفرغ اللي في النص ده. الجزء المفرغ ده بقى هنعمله ازاي؟ ارتفع سلسلة وهدخل في نفس المكان اللي انا ارتفعت منه او في اول عمود بلفة واشتغل غرزة حشو. بعد كده هبتدي اشتغل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهعد من تحت 5 عمود، 1 2 3 4 5، وفي سادس عمود هدخل واشتغل حشو، وهكذا لحد اخر السطر. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، هعد 5 عمود من تحت، 1 2 3 4 5، وهدخل في سادس عمود واشتغل حشو، وهكمل باقي السطر بنفس الطريقة. كده وصلت لاخر السطر ولقيت عندي 6 غرز مش 5، فعادي هعملهم 6، وهقفل في اول حشو اشتغلتها في السطر واقفل بمنزلقة. بعد كده هشتغل منزلقة في اول غرزتين، 1 2، اشتغلت كده في اول غرزتين منزلقة. هبتدي بقى اشتغل برضو 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، واشتغل حشو في تالت سلسلة من السلاسل علشان تعمل معايا زي شبكة كده. تمام، هعدي الحشو دي خالص وهروح في تالت سلسلة من المجموعة اللي بعدها واشتغل فيها حشو عشان يكون عندي الشكل بالمنظر ده. تمام، اشتغل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، هسيب الحشو دي خالص واشتغل حشو في تالت سلسلة من السلاسل كده. يبقى معايا الشكل كده زي ما احنا شايفين. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهسيب الحشو دي اشتغل حشو في تالت سلسلة، وهكمل بنفس الطريقة لحد اخر السطر.
وصلت هنا لنهاية السطر. هبتدي بقى اشتغل منزلقة في تالت سلسلة هنا عشان اقفل السطر بتاعي، وبقى معايا شكل القطعة بقى معانا بالشكل ده. هنبتدي بقى نشتغل نرتفع 2 سلسلة، وفي نفس السلسلة اللي انا ارتفعت منها هشتغل فيها عمود بلفة، وهبتدي بقى ادخل في كل السلاسل اللي من فوق دي وفي كل الغرز واشتغل فوق كل واحدة عمود بلفة عشان الجزء اللي تحت ده يرجع لي تاني. كل سلسلة هدخل فيها كده واشتغل عمود بلفة، وبرضو في الحشو هدخل فيها واشتغل فوقيها عمود بلفة. هنا وصلت لاخر السطر بتاعي، اخر عمود بلفة هشتغله، وهبتدي ادخل في اول عمود بلفة اشتغلته واقفل وبمنزلقة اقفل بمنزلقة علشان اقفل السطر بتاعي. بعد كده هبتدي اشتغل كمان سطر ثبات، هرتفع 2 سلسلة واشتغل كمان سطر ثبات، يعني فوق كل عمود بلفة عمود بلفة واحد. وصلت لاخر عمود في السطر، هدخل في اول عمود واشتغل منزلقة عشان اقفل السطر بتاعي. هشتغل كمان سطر ثبات اللي هو هنبتدي ندخل فيه الشريط الستان، عشان نشتغل السطر الاخير اللي هو اللي فوق ده كده. هنبتدي نرتفع سلسلة واحدة في نفس المكان اللي ارتفعنا منه، هنشتغل فيه غرزة حشو. بعد كده هبتدي اسيب عمود او اسيب غرزة وادخل في اللي بعدها واشتغل فيها 5 عمود بلفة في نفس الغرزة، 1 2 3 4 5، بحيث يبقى معايا الشكل بالطريقة دي كده. وهبتدي اسيب الغرزة اللي بعدها وادخل في اللي بعدها واشتغل حشو، وهكذا لحد اخر السطر. هسيب الغرزة اللي بعدها، اسيب غرزة وادخل في اللي بعدها اشتغل فيها 5 عمود بلفة في نفس العمود، بعد كده هسيب الغرزة اللي بعدها وهدخل في اللي بعدها واشتغل حشو. هكمل باقي السطر بنفس الطريقة. وصلت لنهاية السطر بتاعي وقفلت بمنزلقة. هقص الخيط وهبدأ انضف الخيط ده كده. هبدأ اجيب شريط الستان اللي عندي وادككه في السطر اللي هو اللي قبل غرزة الصدفة دي على طول، هدخله كده غرزة وغرزة